ممكن اعرف ايه سبب التجمهر اللي انت عامله ده؟ انا غريب، انا غريب. كيف تتجاوز الظروف الصعبة؟ طلع ورقة وقلم واكتب ورايا. انا عايزك تركز في كل كلمه هتقولها عشان الغلطه فيهم برقبتك. استثمر بذكاء مدخراتك القليلة، فربما كان القادم أصعب. الحمد لله، بداية مشرقة بالتفاؤل. أزمة غذاء قادمة. لا تشتري إلا ما تحتاج إليه. ليه؟ ربما كان القادم أصعب. وقاعد ساكت كده. امال اقف ساكت؟ طلع قرآن اقراه بسرعة. محتاج إيه؟ قميصين للصيف، ما يبقاش 4. ليه يعني؟ ليه؟ النصيحة بقى الخرافية اللي بيقولها لك، التخفيضات دور عليها. ما هي كلها خربانة يا اسطى، ما هي كلها خربانة يا زميلي. يعني سمعت ان هم بيقولوا ايه، يجيبوا تلفزيونين ويجيبوا تلاجتين ويجيبوا مش عارف 10 بطاطين ويجيبوا طب انت كنت بتقبض 2000 جنيه بقوا 1200 برضه تحول. ليه؟ ربما كان القادم اصعب. على فكرة لما بقول انت، مش انت بس فقير او انت طبقة متوسطة، لا، على فكرة كل الطبقات بتفكر كده دلوقتي. انا عايزك وانا جنبك دايما احس بالامان. اربط حزام الامان. انا مش هشتري الا اللي انا محتاجه. انا باكل ايه؟ كيلو لحم. انت النهارده تقول اللحمه غاليه، مش كده؟ غاليه. طب غاليه ليه؟ يبقى ما اجيبش كيلو ونص. كتير قوي، كتير كتير. طيب اللبن غالي ليه؟ ليه؟ ربما كان القادم اصعب. ما الدنيا بقت صعبه قوي. تطلع، ايوه بتطلع. محدش عارف الاسعار هتوصل لفين، وهل الاسعار ديت ممكن ترجع؟ يعني ممكن تعود. اللي بيزيد ما بيرجعش. معلش هتيجي، استنوا بس، انتظروا. مفيش حد بره بيطبخ بطماطم. انتوا لما بتسافروا بره بتلاقوا حد بيجيب طماطم كده ويعصرها ويطبخ بيها ويعمل صلصه؟ مفيش. احنا كبرنا جدا وتوسعنا جدا وحساسيه السعر زادت جدا. يا تعبان، ده انت اساسا ما معكش فلوس تجيب بيها اكل. ماليش دعوه بقى ان انت غلبان وفقران. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. النهارده الحكومه رفعت اسعار الغاز في المنازل. كل الناس ممكن تبقى منزعجة من سعر الكهرباء، نفس الشيء في المية، نفس الشيء في البيض. والله الدنيا زي الفل. زي الفل. يعني بتزود مرتبه في اتجاه، وبعدين تقول له بعد شويه كده ايه، لا تعالوا نشوف احنا زودناه كام، طب تعالوا ناخد منه شويه. الراجل عمال يجي لك كده كيلو كده، ما تبعدوا عننا بقى، دوست على شويتنا. اقعد مع افراد اسرتك ناقشهم، بس ما تقلقهمش، ما تقولهمش ان الدنيا سودة، ان احنا ننهار، لا، اديلهم نصايح. ليه؟ ربما كان القادم اصعب. اسكت بقى، ده انا بنورك، استر يا رب، انت جيت لي منين؟ انت صغير كنا دايما مخبيين عشان كنت سابق سنك، ودايما كده جوابك حاضر على طرف لسانك. لقد استنفذنا كل وسائل الارض ولم يعد لنا الا السماء. يعز علينا يا ربنا ان يكون بيننا ظالمون او فاسدون. يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. اللي انا عايز اقوله للناس يعني احنا بخير والامور ماشيه كويس الحمد لله. بس احنا ظروفنا صعبه قوي، وخلوا الناس الطيبه تدعي ان ربنا يفرج علينا. العيب فين؟ العيب في الجيب. ايه اللي في الجيب؟ يلا ما تهزرش بقى، العيب فين يا ابني؟ انا بعتبر نفسي كربنا سبحانه وتعالى. يعني انا زي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان، يعني هو اتى سليمان القدره على الفهم لموضوعات لا يفهمها الكثير. ففهمناها سليمان. انا رمضان جانا يا عم، انا نبي يا عم، القوه مني يا عم. اي حد يحكم، مش لازم حاكم بقى، رئيس مؤسسه اكتر من 8 سنين شخصيته بتتغير، حتى اذا كان نبي. هو بيقول كده. واذا كان ده يرضي ربنا يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا، واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه، بندعمه، بنأيده. واقول يا ترى اللي احنا بنعمله ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش؟ ده حتى ما يرضيش ربنا يا جماعه، ده حتى ما يرضيش ربنا. ان كنا بنضيع مش هيساعدنا يا دكتور مصطفى، وكنا بنخرب مش هيساعدنا. ان الله معنا. ده كلام ما يرضيش ربنا، ده كلام ما يرضيش ربنا ان احنا والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، استغفر الله، يا رب تبقوا زينا. والله سبحان الله العظيم. بحس ان هو مبعوث العنايه الالهيه لانقاذ هذا البلد. نوجه الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. أوجه التحية والاحترام والشكر لله سبحانه وتعالى. أوجه التحية والشكر
لله سبحانه وتعالى. انا برضو مش ممكن انسى ان انا اوجه كل التحيه كل الشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى. له مني الف شكر والف حمد، فلك الشكر والحمد يا رب، لك الشكر والحمد يا رب. انت عارف انه بيصلي العصر 6 ركعات كمان؟ طيب الآية بتقول إن الله لا يحب المفسدين، يبقى عكسها أكيد إن ربنا بيحب المصلحين. شوف ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإذا كنا إحنا بنفسد مش هيصلح عملنا، وإحنا إن شاء الله دي حكمة ربنا، ربنا لا يصلح عمل المفسدين. انا الراجل بتاع ربنا وبصلي دلوقتي واخد بالك وما باذيش حد، وأنا بقول له يا رب يعني يا رب يا رب تبقوا زينا في ان انتوا تعملوا حساب ربنا. بقول له يا رب يا كريم ظروفنا صعبة وحضرتك تساعدنا يا رب، حضرتك تساعدنا يا الله. يا رب أكون عند حسن ظن المصريين بيا، يا رب أكون القوي ويا رب أكون الأمين. كل واحد يدعو لرئيس الجمهورية دعوة. والله أحسن ما قررت وقلت. اللهم احفظ عبدك عبد الفتاح السيسي ومن ما يعمل معه يا رب العالمين. اللهم احفظ رئيسنا عبد الفتاح السيسي. اللهم أيده، اللهم يسر له أمره، اللهم ارزقه بطانة الخير. اللهم احفظ عبدك عبد الفتاح السيسي ووفقه للخير لرفع الشدائد في البلاد عن العباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن توفق رئيسنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحب وترضاه. آمين. عايز افضل خدام لله وللناس لغايه لما امشي. ربنا يعيني ان اكون خادم امين شريف للبلد ديت وليكم. انا عايز يوم القيامه ربنا يشيلني كل حاجه عملتها. عايزها كامل يوم القيامه ربنا يشيلني كل حاجه انا عملتها. والله لا احاجي الكل يوم القيامه قدام ربنا على اللي احنا بنعمله. ويحس بقى دي مهمه قوي ان المساءله التاريخ والله او الله والتاريخ بس يسالوه، الشعب ملوش حق يساله. هم يومين هنقعدهم على وش الدنيا دي وكل واحد بعد كده هيقابل ربنا، وانا زي غيري هقابله. هتروحوا من ربنا فين؟ ربنا يحاسبني يقول لي انت كنت فاهم وساكت ليه؟ هيقول له يا دكتور مصطفى اصل كنت عايز استمر، كنت عايز افضل على الكرسي على طول يعني. هتروحوا من ربنا فين؟ هيقول لي الكرسي ده انا اللي جبتك فيه وانا اللي همشيك منه. ربنا يكرمه يا رب يا رب. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا بفضل الله هنعمل بفضل الله. بقول تاني بفضل الله عشان بس ده فضل من ربنا علينا، ده فضل من ربنا وامر غير مسبوق. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كنا احنا ظالمين معتدين ما كانش ربنا وفقنا، ما كانش ربنا وفقنا. والله انا بحلف يا راجل من غير حلفان ما باين على وشك. اللي بيتعمل ده بدعم الهي مش بيتعمل بقدراتنا. بقول للناس خلي بالكم اللي انتوا فيه ده كرم من ربنا علينا، والله العظيم والله العظيم ده دعم الهي بيساعدنا عشان احنا غلابه. ده انا غلبان. خلي بالكم لما ربنا هيساعدنا دي حكايه تانية خالص. ده ربنا بقى عشان هو ربنا هيدينا كده بفضلك يا رب. بقول له يا رب على قد اخلاصنا ومن فضلك ساعدنا. قسما بالله انا بقسم بقى نجت مصر بكرم من الله. هو لطف إلهي. بكرة تشوفوا عطاء ربنا سبحانه وتعالى لبلدنا وإن شاء الله ربنا هيساعدنا. بقول لك إيه، أنا رايح فين؟ هتسيبني ليه يا جميل؟ انا عايز اغور من هنا. فجي ربنا قال لي طيب أنا هخلي معاك أكتر من الفلوس، أنا هخلي معاك البركة، وريني هتعمل إيه في بلدك. والله العظيم أنا بمشي الساعة 5 الصبح أقول له يا رب محوجين ادينا. 5 بالحب.